يلا بينا هناكله ايه النهارده؟ هناكله النهارده بواقي الاكل اليوم ده. اي حاجه باقيه عندنا في التلاجة هنقضوها مع بعضينا. بس النهارده عملت بس بدل ما اقلي البيض كده، لا دلعته شويه وقلت هعمله بالبطاطس المحمره والجبنه الرومي كده زي البيتزا. ويعني يبقى حاجه كده طازه. معانا الزبده ومعانا البيض، طبعا تقدري الكميه اللي تناسبك انت اعمليها. انا بالنسبه لي 3 بيضات حلوه قوي عشان احنا 3 تنفار، وفي نفس الوقت معانا بواقي الاكل اللي عندي. فانا مش عايزه النهارده يتبقى عندي حاجه. ماشي، يلا بينا بقى. انا هنا حطيت الملح والفلفل على البيض، وبالشوكه كده بتضربيه او عندك المضرب. عادي، اي حاجه ان شاء الله، لو بمعلقه يا جماعه يعني مش هندقق. يلا بينا، يلا بينا. وكنت هنا مقطعه كام قطعه من الجبنه الرومي، قطع صغيره، هنزل عليها بالبيض. زي ما انتوا شايفين نزلنا بالجبنه على البيض، وهنقلب البيض بتاعنا كويس. حابه تحطي عليها البطاطس تمام، مش حابه براحتك برضو دي. يلا بينا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. انا هنا حطيت حته الزيت على النار في الطاسه بتاعتي، وهنزل الاول بالبطاطس. هسويها في الطاسه بتاعتي، وبعد كده هنزل بالبيض والجبنه عليه، وهسيبها مغطياها 5 دقايق كده البيض برضو يستوي. وهجيب صينيه وهقلبها من الطاسة على الوش التاني. ولما طبعا بتستوي بتطلعيها وبتقدميها. سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي 5 دقايق. يعني طالما انتي حاجتك في البيت، ادي الاكلة اهي. خلصتيها مع تسخين الاكل البايت اللي عندك. وكان يوم اللهم لك الحمد، ربنا يديمها علينا نعمة. وهو يوم يا بنات نقضوه في الاسبوع. كان عندي طبق عدس، رحت عامله طبق عدس بالفتة والخل والثوم كده، وطبق بسلة سخنته وحطيته طبعا مع حتة مخلل والعيش بقى واللهم بارك يعني بجد. يوم يقضي شوية مثلا بسلة مش كنت حاجة ما عاملاها امبارح تقدريش. بلحمة، يا فبقى منها تعملي طبق الكمية بطاطس اللي على محمرة قدك برضو وما لوحديها، يتبقاش منها وشوية حاجة لو مش مخلل بتحبي بقى الأكل وبالعيش، البايت. وقضينا اليوم لأن وكان لو الحمد بتحبي لله. الأكل البايت وتبقى منك أكل، ممكن تحطيه في الفريزر لو مش عايزاه، وهتعملي حاجة تاني يوم جديدة. ولما يبقى يوم زي كده في وسط الأسبوع، طلعي أي بواقي أكل عندك وقضي بيه اليوم. أتمنى أن الوصفة تعجبكم وتنال رضاكم، وما تنسوناش في اللايك والشير، وأشوفكم على خير. سلام عليكم.